لك مقادير مظبوطه للكيلو الدقيق للقرص الفلاحي المبسوسه، ما هياش القرص الطريه. وهقول لك ايه الفرق بينها وبين القرص الفلاحي الطريه في المقادير بتاعتها، لان هي المقادير بتاعتها هي الفرق فيها في العجن في حته السمنه بس. هقول لك المقادير الفلاحي الطريه، القرص الفلاحي الطريه الكيلو بتاعها بياخد قد ايه سمنه، واقول لك برضو القرص المبسوسه بتاخد قد ايه سمنه، وهو ده الفرق بينهم هنتكلم فيه وقت العجن. تعالوا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك اجمعين. ما شاء الله شغل فاخر من الاخر وحاجه كده رهيبه بجد جميله. تعالوا نخش على المقادير على طول. عندنا هنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كيلو دقيق متعدد الاستخدامات اللي هو الزيرو بتاع المحلات طبعا منخول. عندنا هنا كوبايه ونص سمنه، وهنكمل النص التاني زيت. في الوقت ده انا لو عايزه احط كوبايه سمنه وكوبايه زيت القرصه هتبقى ناشفه معي بزياده. لو انا حطيت كوبايه ونص سمنه والنص زيت هتبقى يعني ناعمه، وفي الوقت نفسه ما هياش دايبه قوي. تمام كده. معنا معلقتين سكر ونص كوبايه حليب وكوبايتين ميه. تمام. عندنا هنا ذره ملح حطيناها على الدقيق، وهنحط كمان كيس حليب بودره هنحطه على الدقيق برضو على كيلو الدقيق. يعني عندك معلقه او معلقتين دول بيخلوا القرص معانا تدي لون جميل جميل جدا كده في الشكل. تمام. هجيب هنا عندي نص كوبايه الميه وهحط فيها معلقه الخميره، دي معلقه خميره فوريه. احنا طبعا في جو الصيف مش بنكتر خميره قوي للمعجنات علشان ما تعملش معانا ريحه على طول، وفي الوقت نفسه علشان ما تبشمش معانا القرص او الرغيف او الفطيره او اي حاجه احنا بنستخدمها ليها الخميره. وهحط معاها برضو معلقتين السكر وهدوبهم واسيبهم على جنب. وتعالوا هنكمل في العجين بتاعنا. دوبت الخميره كويس في نص كوبايه الميه. طبعا الميه بتكون دافيه شويه والحليب بيكون دافي شويه والسمنه برضو عندي سخنه بس مش مغليه. تمام كده. طيب هبدا انزل بالدقيق بتاعي اللي احنا حاطين عليه ربع معلقه ملح. انا مش بحب احط بيكنج باودر خالص لان كفايه عندنا الخميره والجو الصيف، فمش مستاهله ان احنا نحط خميره مع البيكنج باودر والحاجات دي كلها. ماشي. حطينا هنا الكيس اللبن البودره اللي هو بيبقى معياره معلقه ونص او معلقتين حسب المعلقه اللي انت بتعايري بيها كبيره او صغيره. وحطينا هنا كوبايتين السمنه، وهبدا اعجن الدقيق بتاعي بالسمنه هبسه بس. تمام كده. هبسه. طبعا في الوقت ده احنا بنعجن كده. الفرق بين القرص الفلاحي الطريه والفرق بين القرص المبسوسه، عندنا القرص الفلاحي الطريه بنزل بكل المقادير بتاعتي في الطبق وبنزل عليها بالدقيق وبعجن. ماشي. انما القرص المبسوسه ببس الدقيق الاول بالسمنه وبغلف كل كميه الدقيق بالسمنه من بره، وببدا ان انا انزل ببقيه الميه بتاعتي والحليب والخميره. طيب عندنا الفرق بين السمنه بتاعه القرص الفلاحي الطريه والقرص المبسوسه في السمنه. السمنه دي بتاعتنا هنا للقرص المبسوسه بناخد كوبايتين سمنه وزيت، اما القرص الفلاحي الطريه هو مج واحد بس بنستخدمه للكيلو. تمام كده. والحليب عندنا بنحط نص كوبايه بس هنا للقرص المبسوسه، انما في الحليب في القرص الفلاحي بنحط كوبايتين حليب علشان الحليب بيخلي لنا القرص طريه وحلوه. انما احنا هنا في القرص المبسوسه احنا عايزين القرص بتاعتنا تكون هايره كده وما تكونش طريه بتندغ قوي، احنا عايزينها تكون هايره وهايره تحت اسناننا كده على طول. هنا غلفت الدقيق بتاعي بالسمنه ونزلت عليه بنص كوبايه الميه اللي انا مدوبه فيها معلقتين السكر ومعلقه الخميره، وهبدا اعجن العجينه بتاعتي كويس علشان خاطر هبدا اشوف السوائل اللي عندي هتحتاج قد ايه. نزلت كمان بنص كوبايه الحليب بتاعتي، ومش هكتر حليب علشان القرص بتاعتي ما تطلعش طريه. انا عايزه القرص بتاعتي تكون ناشفه شويه وتكون هايره، ما تكونش ناشفه معضمه، لا ناشفه هايره بس. عندي ده بقيه الكوبايه الميه اللي احنا خدنا منها النص ودوبنا فيهم معلقتين السكر ومعلقه الخميره. هحتاج كده في الوقت ده كوبايه كمان من الميه. هشوف هاخد من الكوبايه الميه دي قد ايه. يبقى انا السوائل بتاعتي لما اخلص عجن هقولك انا احتاجت قد ايه بالظبط سوائل علشان تعجن الكيلو عندك بيكون مظبوط ويكون عجينته حلوه، وفي الوقت نفسه العجينه بتاعتها تكون مظبوطه وما تكونش مشققه من الوش. في ناس بتحب تحط معلقه نشا مع العجينه وفي ناس مش بتحط، فدي اختياري. وفي الوقت ده عايزه تحطي معلقتين سمسم حطي، عايزه تحطي معلقتين شمر وينسون مع بعض وصحنيهم في الخلاط برضو بيدوا للقرصه طعمه جميله قوي. جبت كوبايه كمان من الميه وهسقسق بس كده علشان اظبط العجينه بتاعتي، لان العجينه زي ما وريتها لك الوقت مفروله زياده عن اللزوم وناشفه. هسقسق كده بالكوبايه لغايه ما اظبط العجينه عندي، وكده هوريها لك برضو ملمسها بيكون عامل ازاي وعجينتها بتكون عامله ازاي لما اخلصها خالص من العجن، وهقول لك برضو كميه السوائل اللي احتاجناها قد ايه.
بعجن بس مش بدي لت قوي، يعني بعجن بلم كده العجينه بتاعتي، وفي الوقت نفسه وانا عايزه اتوه بس الدقيق بتاعنا في قلب الميه في قلب الحاجه بتاعتنا، وفي الوقت نفسه العجينه بتاعتي تكون ناعمه، ما تكونش ناشفه قوي ولا متماسكه قوي. هنا كده انا نزلت ببقيه الكوبايه بتاعه الميه، فيها معلقتين بس الكوبايه، يبقى انا كده عندي العجينه بتاعتي هتظبط على نص كوبايه حليب، وبقيه الميه حطيتها، يبقى كده عندي كوبايتين ميه ونص كوبايه حليب وكوبايتين زبده. طبعا السمنه بتاعتي سمنه على زيت. اللي هتسالني وتقول لي ممكن اعجنها بقشطه، مش هينفع علشان القشطه هتخليها طريه. واللي هتقول لي ممكن اعجنها بسمنه بزبده بلدي، لا مش هتنفع، الزبده عايزه تكون سمنه وتكون سايحه وتكون ما هياش سخنه قوي وما هياش برد قوي. تمام. هديها بقى لتة حلوة كده علشان ادمج العجينة بتاعتي وتكون ناعمة وحلوة، وهختبرها برضو بحتة كده وهوريها لك اهي. لو نعمت معايا وكل ما تفتحيها تلاقيها مش مفرولة قوي كده، تبقى عجينتك مظبوطة وتمام. يبقى كده لازم العجينة بتاعتي تكون بنفس النعومة اللي انت شايفاها دي، الوش بتاعها ما هوش مشقق وتكون ناعمة وجميلة، وانا بمكنها بين ايديا بالظبط وببدا اسيبها. في الوقت ده انا هغطيها واسيبها حوالي ربع ساعة لما ترتاح شوية من العجن. انا مش عايزاها تخمر في الطبق، لا انا عايزاها ترتاح بس من العجن زي ما بنعجن القرقيش بالظبط. هغطيها واسيبها زي ما انتم شايفين حوالي ربع ساعة لنص ساعة، وهجيلك تاني. هنا ما شاء الله اللهم بارك حلو قوي. هنبدأ نختبر كده العجينة بتاعتنا، والدنيا اهي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ناعمة وزي العسل، لا هياش مفتوة ولا معانا من على الوش ولا مشققة ولا اي حاجة. جبت الصينية بتاعتي اللي انا هقطع عليها ومش هدهنها اي حاجة خالص، لان السمنة عندنا ما شاء الله حلوة في القرصة، فمش محتاجة ان انا ادهن. هبدأ اخد كل كورة على قد المقدار اللي انا محتاجاه. انا مش بحب اعملها القرص المبسوسة مش بحبها تكون كبيرة قوي، علشان لما تستوي تكون هايرة كده وجميلة، ما تكونش مساحتها كبيرة قوي وتتقطع مني وانا بحطها. هبدأ اكورها كلها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بين كل قرصة وقرصة اخلي حوالي 5 سنتي علشان انا لسه هفردها، ما اسيبهاش زي ما هي كده. في الوقت ده لو انا عايزة القرصة ناشفة قوي قوي بس هايره برضو، بفرد القرصه زياده عن اللزوم، يعني برقها قوي في الفرد. لو انا محتاجاها تكون عاليه وحلوه كده ما تكونش ناشفه قوي معايا ومعضمه كده قوي، بخليها بالسمك اللي انت هتشوفيه لما هنفردها. هبدا اكور الكور بتاعتي كده، والصينيه اللي انا هخلصها التكوير زي ما انتم شايفين كده هبدا ان انا ابططها، وهسيبهم حوالي نص ساعه بعد التبطيط. بعد ما افردهم اسيبهم نص ساعه. في خلال النص ساعة ده بروح عند الفرن بتاعي بولع النار وبظبط الفرن بتاعنا، وهنيجي عند التسوية وهنتكلم برضو شوية في التسوية، وهقولك الفرق بينها في التسوية وبين القرص الفلاحي الطرية. وعاملين ما شاء الله على القناة وعلى الصفحة فيديوهات كتيرة للقرص الفلاحي، مقادير الكيلو ومقادير ال5 كيلو، اي حاجة انت محتاجاها اطلبيها هتلاقيها. وعلى فكرة السمنة اللي احنا عاجنين بيها النهاردة دي السمنة اللي احنا عملناها مع بعضينا، اللي هم 5 كيلو زبدة ب400 جنيه. هحط لكم الفيديو بتاعه باذن الله كده في تعليق مثبت ان شاء الله هتلاقوه، لو حبيتوا تخشوا عليه وتشتروا. هحط لكم برضو رقم التليفون بتاع الست اللي بتبيع الزبدة. تمام. هبدأ اكور بنفس الشكل، وبين كل كورة وكورة بسيب 5 سنتي زي ما قلت لك، علشان خاطر لما اجي افردها مش عايزاها تمسك في بعض، يعني عايزة القرصة يكون شكلها جميل كده وتكون حلوة. في الوقت نفسه انا مش بخمرها كتير في الصينية، انا بسيبها برضو بعد التقطيع نص ساعة بس، بحيث ان هي ترتاح، وفي الوقت نفسه تديني خمر بسيط، مش عايزها تتضاعف في الكمية. القرص الفلاحي الطرية بسيبها تختمر براحتها ما بتزعلنيش، لان انا بسويها بنفس الصينية زي ما انتوا شايفين، انا بقطع برضو كده في نفس الصينية وبسويها بيها. بس القرص اللي عندنا المبسوسة بيكون فيها فرق شوية، مش بخمرها كتير لا قبل التقطيع ولا بعد التقطيع. والفرق برضو كمان فيها ان احنا بنحط هنا نص كوباية زيت. ليه نص الكوباية الزيت؟ عشان بيخلي لي القرصة هايرة شوية. لو انا عجنتها بسمنة كلها بتكون يعني طرية شوية، انما كمية الزيت بتنشف لي القرصة شوية، على حسب ما انت عايزاها ناشفة قوي هتحطي مج سمنة ومج زيت، انما احنا علشان تبقى في الاعتدال كده في الوسط حطينا مج ونص سمنة والنص زيت. والكوبايه اللي انا هشتغل فيها في الميه، واشتغل فيها بالحليب، واشتغل فيها في السمنه. اي كوبايه عندك اشتغلي بيها، المج اللي هو المعياري. هبدا بقى كده بعد ما بططهم هبدا افرد، وزي ما انت شايفه لو انت زي ما قلت لك عايزه تخليها ناشفه قوي، يعني رقيقه قوي خالص كده وناشفه هايره قوي، هتفردي اكتر من كده. بس ده السمك الجميل ليها، لا هي اللي تخينه قوي وطريه، ولا هي اللي ناشفه قوي وهايره معايا زياده عن اللزوم وتبقى ناشفه. بس المقادير دي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مقادير مظبوطه، واخدت الكيلو دقيق وحلوه قوي.
والقرصه من فوق بعد ما تستوي هوريها لك زي ما شفتيها في اول الفيديو، ما شاء الله اللهم بارك، ناعمه وحلوه زي العسل. خلصنا كده فرد الصينيه دي، وهبدا برضو بنفس الشكل اقطع الصينيه التانية برضو، وهوريك الكميه بعد ما خلصناها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كميه ممتازه وحلوه مش وحشه، من كيلو دقيق. طبعا احنا لو اشترينا الكميه دي كده من الافران هتيجي بمبلغ. احنا كده السمنه عندنا موجوده في البيت، وطبعا احنا اشترينا بس كيس اللبن البودره مش عارف 5 جنيه ولا قد ايه، وطبعا كيلو الدقيق، انما السمنه موجوده والحاجات التانية كلها بتبقى موجوده في البيت. هبدأ برضه اقطع نفس الشكل كده واكورها كلها واسيبها لغاية ما اخلصها كلها، وابدأ ان انا ابططها برضه زي ما انتوا شايفين. وزي ما قلت لكم اسيبها حوالي نص ساعة، بس لازم اغطي الصواني بتاعتي علشان ما تنشفش مني من على الوش. القرص طبعا عندنا الفلاحي لما بنقطعها زي كده برضو بنقطعها على نفس الصواني ونسيبها ترتاح، وبعد كده نبدأ التسوية. طبعا القرص اللي زي دي مش بندهن وشها خالص اي حاجة، لا احنا بنخلي وشها زي ما هو علشان هي بتستوي كده من غير ما ندهن وشها. القرص الفلاحي طبعا بندهن وشها سواء حليب وبيضة، سواء مية وشوية سكر، سواء حليب وشوية سكر، وكل ده بيتحط معاه كيس فانيليا وينضربوا كويس، وندهنهم طبعا بوش القرصة بندهنها بالفرشة، وبعد كده بنحط عليها شمر، ينسون، سمسم، حبة البركة، اي حاجة على الوش، بس طبعا الشمر واليانسون بيكونوا مش مطحونين، والسمسم نفس الشكل برضو، وحبة البركة. ونرش على القرص على اللي هي القرص الفلاحي الطرية. اما القرص المبسوسة زي ما انت شايفة كده مش بندهن وشها اي حاجة خالص. قطعنا برضو الصينية التانية دي وفردناها بنفس الشكل برضو بنفس السمك اللي انت عايزاه. عايزاها اوسع من كده مفيش مشاكل، عايزاها تخليها زي ما هي نفس السمك كده اللي انت هتشوفيه معانا برضو، بتبقى حلوة قوي ومظبوطة وجميلة قوي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بجد بجد طعمها رهيب وشكلها جميل. فردناها بنفس الشكل كده زي ما قلت لك، وهبدا اغطي الصواني بتاعتي. طبعا انا عندي صينيه صغيره عن التانية، هبدا احط الصينيه الكبيره فوق الصينيه الصغيره، وهغطي الصينيه اللي فوق على الوش بكيس بلاستيك وفوقيها كمان فوطه علشان اتاكد ان مفيش نسمه هوا هتجيلهم علشان ما ينشفوش. وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عمل كميه زي العسل. انا كده هغطي الصواني بتاعتي وهروح عند الفرن اسخن الفرن. بسخن الفرن على نار عاليه في الاول لغايه ما يسخن معايا خالص، وببدا اهدي النار، وعلى حسب الصواني بتاعتي وعلى حسب الصاج بتاعي سمكه عالي او لا بشغل الفرن بتاعي او بظبط الفرن بتاعي من تحت او من فوق. الصاج بتاعي لو سمكه تخين، وهنتكلم في ده برضو عند التسويه، هنا بغطيها بحته الكيس زي ما انت شايفه كده، واجيب حته فوطه كمان واحطها عليها واسيبها حوالي نص ساعه. وفي النص ساعه ده بسخن الفرن وبظبطه لغايه ما ياخدوا النص ساعه بتاعتهم ارتياح، وبنبدا نسوي برضو مع بعض. تعالي بقى هنا جينا عند الفرن، ما شاء الله القرص بتاعتنا طريه وجميله وناعمه من على الوش وحلوه قوي، عمرها ما تشقق معاكي من على الوش طالما العجينه مظبوطه والمقادير عندنا مظبوطه. تعالي بقى كده، انا ولعت الفرن وسبته يسخن فتره، وهبدا اشتغل معاك لان احنا زي ما قلنا مش هندهن القرص دي من على الوش. هدخل القرص بتاعتي بعد ما الفرن سخن كويس خالص. في اي تسويه سواء خبز سواء فطير سواء رقاق سواء قرص لازم الفرن يسخن الاول. ههدي النار من الجوانب ومن تحت على حسب الصاج بتاعي. لو الصاج بتاعي سمكه عالي بخلي النار فوق المتوسط، لو الصاج بتاعي سمكه رقيق بخلي النار تحت المتوسط، وبخلي بالي من قعر الصينيه من تحت علشان لا تتحرق مني. وفي الوقت ده لازم اقفل الفرن كويس، علشان كل ما بقفل الفرن كل ما القرص بتاعتي بتبقى تسويتها من فوق من الوش كلها سوا واحد. احنا القرص اللي احنا دخلناها ما عملناهاش بالشوكة، عايزة هنا نشتغل بيها بالشوكة مفيش مشاكل. هنجيب برضو شوكة ونبدأ ننغزها كلها من على الوش، نعمل فيها اشكال كده بحيث ان هي ما تقبش معايا زي الرغيف، وفي الوقت نفسه بتدي شكل جميل ومنظر جميل للاطفال بيحبوا. ارسمي الشكل اللي انت عايزاه بقى وحطيه عليها كده، بيبقى مديها شكل جميل وبتبقى مديها للقرصة بجد شكل جميل، وفي الوقت نفسه ما بتخليهاش تقب معانا زي الرغيف، وما بيبقاش وشها محروق، وبقية السمك بتاعها معتدل ومظبوط. انما التنغيزة بتاعتها دي بتدي شكل جميل قوي. اي شوكة عندك كده او سكينة او اي حاجة، خلة بتاعت شيش طاووق كده، وابدأي اديها نغزتين كده بتكون جميلة.
تعالي بقى نشوف الصينيه بتاعتنا اللي في الفرن اخبارها ايه، علشان برضو مش هننساها لان هي مش بتاخد وقت كتير في التسويه. تمام كده. هنركن دي ونشوف الصينيه بتاعتنا اللي في الفرن. في كل شويه بداير الفرن، ايوه بقفله بس مش بسيبها، هي بتاخد معايا من 10 دقايق لربع ساعه، بتاخد زياده شويه عن القرص الفلاحي الطريه، وممكن تاخد كمان تلت ساعه في الفرن. بس بقفل الفرن وكل دقيقتين بفتح الفرن واداير الصينيه بتاعتي كده. علوها ما شاء الله اللهم بارك، جميله وممتازه وحلوه زي العسل، ومش هتلزق معايا في الصاج لان سمنتها مظبوطه وحلوه. كل دقيقتين بطلع نفس الشكل كده وبدايرها، وطبعا الصينيه اللي قدامي دي بغطيها مش بسيبها عريانه علشان ما تنشفش. تعالوا بقى نشوف الصينيه اخبارها ايه والسوا بتاعتها اخباره ايه. هنا ما شاء الله اللهم بارك التسويه بتاعتها فوق الممتاز، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، حلو قوي. دي كانت الصينيه التانية، والصينيه الاولى طبعا سويناها وطلعناها، وديكي شايفه زي ما انت شايفه كده تسويه ممتاز والقرص ممتازه وحلوه قوي. وهوريكي برضو وهي من القلب بتاعها من جوه اخباره ايه، بس هنسيبها لما تبرد. هتسيبيها في الصواني مكانها كده لما تبرد خالص، واعملي كميات قليله. لو كل يوم هتشتغلي حاجه هتعملي في بيتك حلو، وولادك مش هيحتاجوا حاجه من بره. والحاجات دي كلها الاطفال بيحبوا يعملوا كوبايه الشاي او كوبايه النسكافيه او كوبايه اللبن مع القرصه، والحاجات دي كده بتكون جميله في البيت لغايه ما انت تجهزي اكلك براحتك. هسيبهم بقى هنا كده لغايه ما يبردوا، وبعد ما يبردوا خالص تعالي بقى اوريهم لك، وطبعا هيكون شكلهم جميل. هتحفظيهم ازاي؟ انا عن نفسي بسيبهم في طبق كده وبغطيهم بحاجه خفيفه علشان ما يضطروش تاني، يفضلوا لقمتهم حلوه كده وجميله. لو قرص فلاحي او اي قرص حطيها في التلاجة، بس طبعا القرص اليابسه دي الناشفه دي المبسوسه مش بنحطها في التلاجة عادي، لان احنا مش بنعمل منها كميات كتيره، لما تخلص نعمل كميه جديده. اهي القرص ما شاء الله اللهم بارك هايره وحلوه قوي. دي اللي حبايب قلبنا بقى الكبار في المقام، بتكون جميله قوي على اسنانهم وبتكون حلوه، وفي الوقت نفسه بيبقى طعمها جميل، يعني ما بتاكلش في بقهم قوي زي القرص الفلاحي الطريه. يعني تلاقي امهاتنا وحبايبنا بيحبوا القرص المبسوسه عن القرص الطريه، وجميله وحلوه زي العسل. يلا حبايبي ادعموا لنا الفيديو حلو كده بقى بلايك منك، وشير طبعا لاصحابك لو عجبك، وطبعا ادعموه بلايك حلو منكم كده. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اي سؤال عندك اكتبيه في التعليقات، هتلاقوني حاطه لكم فيديو السمنه في تعليق مثبت، وهتلاقوني حاطه لكم كمان فيديو للقرص الفلاحي الطريه في تعليق مثبت ان شاء الله باذن الله. القرص عندنا جميله ودايبه دوب كده وحلوه زي العسل، وفي الوقت نفسه السمنه بتاعتها مش كتيره قوي. اظبطي مقاديرك على كده، وهتلاقيني كاتبالك المقادير باذن الله في صندوق الوصف، دوسي على العنوان هتلاقي المقادير كلها مكتوبه.